البنات نتوما بحالي يعني كتحيروا شنو توجدوا للعشاء وشنو توجدوا للغدا وشنو توجدوا للعشاء. المهم اليوم غنشارك معكم هاد الوجبه هذه اللي زوينه بزاف. العشاء ولا الغدا غادي تهنيك، رائعه. مما كنقول رائعه كنقولها معنى الكلمه، زوينه بزاف البنات. لا شكلا ولا مذاقا. بقاو معايا وتابعوا الفيديو. هاد الوجبه اللي غنشارك معكم انا اصلا والله ما عارفه سميتها ولا سميتها. المهم الرز والشعريه غنشاركهم معكم بطريقه ديال الدول العربيه. وبالنسبه للاصوص نصاوبوا معكم بطريقتي. نصليو على الحبيب جميعا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاجمعين. البنات كنعتذر بزاف لانني هنايا خانتني يعني طريقه التصوير. كنت اسف والله الا بقى فيا لينا هذا الفيديو هذا. والله العظيم الا رائعه البنات، وهاد الوجبه هذه اللي غنشارك معكم زوينه غادي تنفعكم في هذا الفصل هذا. المهم كنحتاجوا بصله صغيره مفرومه ولا نص بصله. الا كانت بصله كبيره ديروا نص ديالها. كنحتاجوا شويه من صدر ديال الدجاج حتى هو مقطع مكعبات. بطاطا درت 4 البطاطات مقطعين مكعبات صغار. عندي حفنه ديال الحمص. عندي سوليس نحتاج نص ديالها. وعندي تما كاينه 7 الحبات ديال الباديان. وكذلك 7 الحبات ديال الهيل. البنات الا ما بغيتوهمش ولا ما كيعجبكمش هذا المذاق ديال الهيل وديال الباديان ما ديروهمش. ربما ما يعجبوكمش ولا ما متعودينش عليهم ما ديروهمش البنات. انا كيعجبني والزوج ديالي ما كيعجبوش هذاك الهيل. فمن الاحسن نتوما الا خفتوا انكم نتوما الازواج ديالكم ولا وليداتكم ما يعجبهمش داك المذاق ما ديروش. ديروا غير التوابل اللي عندكم واللي كتعرفوا لهم. هنايا في الطاوه درت زيت المائده. درت زيت المائده ودرت البصله وزدت عليها شويه ديال الملحه. غنخلي ديك البصله حتى تشحر البنات، تنزل لينا باش كتعطينا ديك الحلاوه. في هاد لاصوص هذا من الاحسن انكم تشحروها مزيان. من بعد كنزيد القطع ديال الصدر ديال الدجاج ولا لادان ولا اللي عندكم. هاد لاصوص هذا اللي غني انا كنصايب معكم تقدروا تصايبوه بصدر ديال الدجاج، تقدروا تصايبوه بكويرات ديال الكفته. تكوروهم وتقليوهم هما الاولين وتحيدوهم من الطاوه. ومن بعد ديروا البصله تشحروها وتزيدوا عليها بطاطا الحماص. هكا كيف ما انا كنشارك معكم يعني تشحروهم. ولا ديروا فواكه البحر. نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درت صدر ديال الدجاج. من بعد ما تشحرت لي البصله زدت عليها صدر ديال الدجاج حتى تشحر حتى هو. زدت البطاطا والحمص. دابا كنزيد هاد جوج فصوص ديال الثوم كبارين. المعدنوس ما كاينش والقزبر ما كاينش، يعني الثوم وفقط. كنشحر معاهم هاد الثوم هادو حتى داك الخضر عندي ديك البطاطا والحمص وصدر ديال الدجاج كي يشبعوا هذاك الثوم. عاد كنزيد هنا نتوما الهيل والباديان كيف ما قلت لكم. الا نتوما ما كيعجبكمش الهيل ولا الباديان ما ديروهمش، ديروا غير التوابل ديالنا. هنايا كنزيد شويه ديال الملحه على حسب الذوق. غادي ندير راس معلقه ديال سكينجبير، ما تكتروش البنات، راس معلقه. وراس معلقه ديال الابزار اي الفلفل الاسود. وراس معلقه ديال الخرقوم ولا عندكم الكاري ممكن ديروه. وراس معلقه ديال القزبر يابس مطحون. وراس معلقه ديال التحميره اي البابريكا. صافي راس معلقه بركه. غنشحر ونولي نجيب سوليس. غادي ندير غير نص ديالها البنات حتى هي ونشحر. ها نتوما شوفوا، هانتوما انا عندي النص ديالها درت نص ديالها. غادي نشحرها مزيان. كل ما انا كنزيد في المكونات وانا كنقلي. عرفتوا راه لما كتشحروا هاد الخضر وكتعطيوها الوقت ديالها راه كتجي رائعه. هنايا غنزيد معلقه صغيره من مطيشه المركزه باش كتعطيني داك اللون. بغيت داك لاصوص يجيني اللون ديالو هكا غامق. نتوما ما بغيتوش كيبقى لكم الاختيار. المهم هانتوما شوفوا تبارك الله كي تشحرات حتى تعسلات الخضره ديالنا كتبان لينا معسله. هنا كنزيدها الماء مدفياتو حيت الخضره ديالنا راها شبعات تشحر. ما نعطيوهاش الماء بارد باش هكا ما تكنزش. زدت لها الماء دافي. صافي هنا كنديروا لها الماء القياس ما تمرقوش بزاف. صافي كيفوت الماء فوق من الخضر شويه صافي نخليوها. ها انتم شوفوا تبارك الله داك الهيل وداك الباديان راه طلع الفوق. منين تزيدوا شويه مثلا لا درتوه زيدوا شويه وحيدوه بالصفايه. هنايا جبت واحد الطاوه اخرى غادي درت فيها شويه زيت المائده.
غادي نحمر الشعريه. شوفوا هنا كيف ما قلت لكم راه طريقه التصوير خانتني، انا كنعتذر مره اخرى. الشعريه هانتوما غير حفينه، انا هنا درت نص زلافه. شوفوا هانتوما غير حفينه بحال هكا صافي، ونقصوا لها النار وتبقاو تحركوها ما تغفلوش عليها. انا هنا غادي نمشي نغسل الرز وغفلت عليها راه كانت مشات ليا. هنايا هانتوما عندي هاد الزلافه اللي هي عبرت بها الشعريه، درت النص ديالها، هي اللي غنعبر بها الرز. غير صغيره غير موين، نتوما ديروا على قياس العائلات ديالكم. هنا غنعمر الزلافه الاولى. الرز اي نوع د الرز عندكم، انا عندي هذا عادي، يعني هذا اللي هنا. الزلافه الثانيه ما عمرتهاش حتى الفم. صافي، ولا عندكم الرز بسمتي كان احسن. المهم انا هنايا غسلته وغنولي ندير فيه شويه ديال الماء ونخليه حدايا هكا. بما تحمرت لي الشعريه انا رجعت عندها لقيتها كانت مشاته البنات. شوفوا هنايا راني قربت انا التليفون زعما باش تشوفوا الشعريه كيفاش دارت، ساعه زت يعني داك اش غادي نقول لكم، بحال تقولوا التليفون تحت عليا في البرمه والسلام. المهم قبلوا عليا وهذا الشيء اللي كاين. والله الا ما شفت الفيديو بحال هكا ديرونجيت وتفقعت، ولكن ما عندك ما ديري. الحمد لله. المهم من بعد ما تحمرت الشعريه خدات لي داك اللون هكا ذهبي، ما تخليوهاش تتحرق. المهم غير يجي اللون ديالها ذهبي بحال هكا. كنصفيو داك الرز من الماء ونزيدو نكبوه عليها، نزيدو له الملحه على حسب الذوق. دائما الملح راه كيبقى على حسب الذوق. نحركو واحد شي شويه يتشحر لينا داك الرز مع ديك الزويته ديال ديك الشعريه صافي. ومن بعد هو غنزيدو له الماء دافي، غنفوتوه شويه من فوق الرز القياس اللي غيطيب فيه هذا الرز صافي. هانتوما غادي تشوفوا هنايا هنا غنزيد زيت الزيتون. هانتوما زيت الزيتون خليتها حتى طبخات ديك الخضره، طبخات وعاودات عاد كنزيد زيت الزيتون. من الاحسن ما ديروش زيت الزيتون من الاول لان كنشحرو، ولما كنقليو في الحاجه ديك زيت الزيتون كتسمم لينا. خليوها حتى الاخر البنات. هنا كذلك الرز كنديروا له الماء دافي، الماء كنكون مدفياتو. المهم قبلوا على التصوير والله الا قبلوا، معليش. شوفوا السيدات والاخوات راهم عرفوا المراحل، وهاد الطريقه هذه راها زوينه بزاف البنات. الشعريه مع الرز بهاد الطريقه هذه، الشعريه مع لسان الطير بهاد الطريقه، الشعريه مع المحمصه بهاد الطريقه، الشعريه مع ابلي بهاد الطريقه. شوفوا هانتوما القياس ديال الماء اللي انا درت ليه فوتو فوق الرز شويه. شوفوا جا حساب صافي، حيدتو حبه حبه. هانتوما يسمحوا لي، هانتوما راه شويه كيبان. المهم انتم دابا تشوفوه ان شاء الله في الاخر. شوفوا هذه زدتها حتى الاخر باش كتعطينا داك اللوغو ديال الفلفله حتى الاخر. زيدوها هذه الفلفله حلوه ولا يكونوا قرنيات هكايا دوك الحارات. هنا في المقله كنحمر شويه ديال الكاوكاو. الا عندكم اللوز كان احسن، انا ما كاينش عندي اللوز درت كاوكاو. انا ما كنتسناش حتى تكون الحاجه. شوفوا الرز هنا دابا راه التصوير هنا صورت مزيان. المهم دوك سميتو يقبلوا صافي. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. العطب راه كيوقع. وإلا وصلتوا حتى لهنا ديروا لي واحد لايك وكومونتير يكون زوين. وما تنساونيش الله يحفظكم ولا يدير لكم قصر في الجنه. اي وحده دارت لي لايك وكومونتير يكون زوين بغيت لها قصر في جنه الفردوس. هانتوما شوفوا الرز تبارك الله والشعريه كيفاش جاو حبه حبه، جاو مفلفلين والله الا جاو زوينين. هاد الطريقه هذه يعني كيديروها الناس في الدول العربيه، خوتنا في الدول العربيه بزاف، وانا قلت علاش لي ما نجربهاش. اما بالنسبه لهاد المراق درتو بطريقتي انا. المهم جا زوين البنات. الرز انا درت هاد التبصيل كبير وحطيت ديك السبيره في الوسط، دورت الرز هكايا في الجوانب وكبيت هذاك لاصوص في الوسط. يعني هكا التقديم جاني في البال ديالي ودرته وجا رائع، جا زوين بزاف البنات. وهنايا هذاك الكاوكاو اللي انا حمرت هرمشتو شي شويه ودرتو هكا في الجوانب. نتوما تقدروا ديروا اللوز، ديروا هذا البيستاج حتى هو كيجي زوين وكيجي هاد الطبق مغاير. تقدري تحضريه هكا حتى الصديقات ديالك الا جاو عندك، ولا الام ديالك، ولا العائله المقربه. يا فهمتوا؟ وما الا جا شي واحد ضيف هكا راه بطبيعه الحال غادي تحطي المحمر والمجمر اختي. ولكن الا كانت العائله المقربه بحال هكا وحضرتي لها الطبق والله حتى تكوني كرمتيها. شوفوا هذه عشيوه ولا غديوه غادي ترحموا لي عليها الوالدين. شوفوا الشعريه
تبارك الله مع الرز. شوفوا كيفاش دايرين، وداك لاصوص وجا بنين، جا زوين بزاف كيف ما قلت لكم. وكنزيد نعاود ناكد الباديان الا ما كيعجبكمش الهيل ما ديروهمش، اكتفيو غير بالتوابل اللي كيكونوا عندكم. بركه. هنا درت عصير لافوكا. غادي تقولوا لي راه الرز ثقيل ولا صوص ثقيل ولا لافوكا حتى هي ثقيله. اختي غير خليني نبرع راسي. وجا المهم شوفوا هاد الطبق هذا والله الا خطير خطير البنات. جربوه وردوا عليا. كيف ما قلت لكم بفواكه البحر، بالكفته، بصدر ديال الدجاج، بقطع ديال اللحم. باش ما بغيتو عاوتاني الروز ما بغيتوش الروز ديروا له كيف ما قلت لكم لسان طير ايبلي محمصه الشعريه وضفوها كيف ما شاركتها مع الروز غادي ديروها مع ايبلي وشي الاخر. هنايا غير ديك حبه ديال الباديان البنات. هنايا كتهزو كديروا في الطبيصيل قياسكم. انا هنا غير سيت معكم هانتوما شوفوا تبارك الله كتهزوا كتاكلوا ورائعه. وجبه بلا خبز بلا حتى شي حاجه. وتقدري ديريها حتى لوليداتك في سوبيرات هكايا ديال لانش بوكس ديالهم ويديوها معاهم للمدرسه. راه انا بنتي داتها وجات كتقول لي ماما واش مازال بغيت ناكل. والله العظيم البنات الا جات رائعه وجات زوينه بزاف. وكنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم بلي لايك ديالكم للفيديو وكومونتير يكون زوين فضلا وليس امرا. وجزاكم الله خيرا. وكنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو قادم.